بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة؟ معكم عبد الرحمن من قناة ماتريكس. احنا طبعا النهاردة يعتبر وصلنا لآخر درس في سلسلة الأوامر الأساسية المتقدمة في نظام كالي لينكس، ولكن احنا كده يعتبر مخلصناش السلسلة كاملة بنظام أساسيات لينكس، لأن طبعا هنكمل في الدروس القادمة إن شاء الله بإذن الله عن سلسلة أوامر كالي لينكس، بس أوامر خاصة بالتحليل الأمني. تمام. طيب، وطبعا الدروس اللي فاتت اتكلمنا فيها عن شوية أدوات وأوامر مهمة، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أدوات برضو مشهورة ومفيدة لأي حد بيشتغل في مجال الأمن السيبراني، أو حتى لو عايز مثلا يتعلم استخدام لينكس بشكل عام. طبعا هنشرح الأدوات دي بالتفاصيل وبطريقة بسيطة عشان تقدروا تطبقوا معايا خطوة بخطوة. تمام. طيب، النهاردة إن شاء الله هشرح أمرين مهمين جدا، والأمرين دول يعتبر أبسط وأسهل من بعض، لأن مفيهمش أي صعوبة ولا أي مشاكل. تمام. هما أمرين طبعا سهلين جدا، وطبعا هتفهموا إيه إن شاء الله في الشرح ده. تمام. والأمرين دولت هو أمر جراب وأمر فايند. تمام. خليني كده أقول لك قبل ما ندخل في تفاصيل الأوامر دي، خليني أقول لك إن الاتنين دولت يعتبر من أهم الأدوات في لينكس لأي حد بيشتغل على النظام ده، سواء للمبتدئين أو المحترفين. تمام. لأن أمر جراب وأمر فايند بيخلوا حياتك أسهل بكتير لما تبقى مثلا عاوز تدور على حاجات معينة أو تدير ملفات بشكل متقدم. تمام. طيب، إيه هو أمر جراب؟ طبعا الأمر ده أمر يعتبر مشهور جدا في لينكس، ووظيفته الأساسية اللي هو بيعمل لك بحث مثلا عن نص معين جوه الملفات. يعني وليكن تخيل إنك عندك ملف كبير جدا وعايز مثلا تلاقي كلمة معينة أو سطر مثلا بيحتوي على حاجات معينة. هنا بقى بيجي دور الجراب. تمام. وكمان لو أنت بتتعامل مع ملفات كبيرة جدا ومحتاج تلاقي كلمة معينة، طبعا لما بتستخدم أمر جراب هيكون طبعا يعتبر يعتبر الحل السحري بتاعك. طيب، ازاي بيشتغل الجراب؟ الفكرة الأساسية في جراب زي ما أنا قلت إنه طبعا بيدور على نص معين في ملف أو أكتر، وكمان بيعرض لك السطور اللي فيها النص ده. زي ما بتقول مثلا إن هو بيفلتر لك المحتوى وبيطلع لك بس اللي أنت عايزه. تمام. طيب، ازاي بنستخدم الأمر ده، أمر جراب؟ خليني كده أديك مثال بسيط. وليكن إحنا عندنا مثلا ملف اسمه تكست زي ما انتوا شايفين. خلينا كده أفتحه. طبعا الملف زي ما انتم شايفين النص فيه عندنا مثلا النص طبعا موضوع عن كالينكس، بيتكلم عن كالينكس النص ده. هنفترض ان السكريبت ده وليكن سكريبت كبير مش زي ما انتم شايفين. تمام. انا كل ده اعتبر بديك مثال على الامر. تمام. وعايز مثلا وليكن نشوف تشوف كل السطور اللي مكتوبه فيها وليكن كالينكس. تمام. طبعا احنا وليكن احنا طبعا ده هنفترض اللي هو سكريبت طويل طبعا ومليان، وندور مثلا على كلمة كالينكس بس احنا مش لاقيين. تمام. هنفترض مثلا خلينا كده نطلع كده من الملف كده، وندخل على التيرمينال. تمام. عايزين بقى نبحث في الملف ده عن كلمة كالينكس. طبعا احنا فتحنا الملف ما لقيناش كلمة كالينكس. تمام. وزي ما انا قلت هنفترض ان السكريبت ده كبير جدا ومش لاقيين الكلمة. فخلينا اكتب لك مثلا امر جريب مسافة، نكتب على 200 تنصيص. تمام. احنا قلنا عايزين نبحث عن كلمة كالي لينكس. تمام. اكتب هنا امر اكتب هنا معلش كالي لينكس. تمام. طيب، احنا كتبنا دلوقتي امر جراب، وكتبنا طبعا عشان عايزين نبحث على كلمة كالي لينكس. طيب، طبعا عشان نبحث عن كلمة كالي لينكس هي موجودة في ملف اسمه تكست. تمام. او اي ملف يعني عامة على حسب الملف اللي موجود، وعلى حسب الكلمة اللي موجود. اهم حاجة الامر جراب. وطبعا الكلمة اللي انت بتكتبها احنا كتبت هنا كالينكس اللي بين التنصيص، الكلمة اللي انت عايز تدور عليها. تمام. ركز في دي، الكلمة اللي انت عايز تدور عليها اللي هي كالينكس بنكتبها جوه التنصيص. تمام. وفي الجنب كده بنكتب اسم الفايل اللي هو تكست. تمام. او اي اسم طبعا المتن زي ما هو موجود. هنكتب هنا تكست. تمام. طبعا ايه اللي هيحصل هنا؟ طبعا لو ضغطت انتر طبعا هيدور لك على كل السطور اللي فيها كلمة كالينكس في الملف ده وهيعرضها لك. خليني كده اضغط انتر. طبعا ايه اللي بيظهر بعد ما كتبت الامر ده؟ طبعا لما بتكتب امر جراب هيطلع لك طبعا السطور زي ما انتم شايفين اللي فيها الكلمة اللي دورت عليها بالظبط. وطبعا دي النتيجة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا جاب لي السطور كلها كالينكس والنص كامل. تمام. فخليني كده ارجع افتح كده الفايل اللي كان مكتوب فيه
اللي هي كالينكس طبعا موجودة اهي. خلينا برضك ارجع ايه للترمينال. تمام. أنا طبعا بديك مثال الأمر، طبعا الأمر ده اللي استخداماته كتير. بس أنا أعتبر بقى بديهالك بالطريقة المبسطة. تمام، إنك مثلا عايز تدور على كلمة معينة. طبعا أنت ممكن في حياتك العملية في الشغل العملي هتبدأ تعرف إن الأمر ده إيه مهم جدا. تمام. تقدر بقى تستخدمه في سكريبتات عادية، مثلا وليكن في حاجات برمجية عايز تدور عليها. طبعا الأمر ده بيساعدك في حاجات تانية كتير. هي طبعا زي لغات البرمجة بديك بس الأساسيات، وبعد كده أنت على حسب شغلك بتقدر إيه تطبق الأمر ده. وهكذا بقى إيه في كل قيس عليها في كل إيه شغل هتقابله. طيب خليني أقول لك طب مثلا أنا كتبت هنا أمر مثلا جراب، وكتبت إيه كالينكس. تمام. طبعا لو لاحظت أنا كتبت زي ما هو مكتوب بالحروف إيه الكابيتال. تمام. انا كتبت كلمة لينكس بحرف الكابيتال. تمام. خلينا كده ايه انسخ الامر ده كده. وليكن مثلا نعمل له كوبي. تمام. وهنرجع هنا مثلا نعمله هنا ايه بيست. طيب خلينا كده ايه ليكن هنغير كلمة لينكس دي، ما نخليها مثلا بدل الحرف ال كابيتال هنخليها مثلا ايه اسمه. تمام. هنا طبعا ايه هنا اعتبر بالنسبه له عمل ايرور كده، مش شايف الكلمه، لان ايه الكلمه كانت في الفايل مكتوبه ايه بالكابيتال. تمام. انا لما كتبتها بسمول طبعا ايه جاب لي اللي هو ايه ما يعرفش على الكلمه اللي انا بدور عليها. طب ما دي ممكن طبعا تلبخني جامد لو انا مثلا حافظ كلمه معينه إيه وعايز مثلا ايه والكلمه دي انا ما اعرفش هي مكتوبه كابيتال ولا سمول، فانا مش عارف افرق. تمام. طب افرض انا بدور على الكلمه وهي مكتوبه سمول وانا كتبتها كابيتال، او مكتوبه مثلا كابيتال وانا كتبتها ايه سمول. تمام. فده طبعا هيعمل لنا ايه لبخه جامد. طيب خليني اقول لك كده ان لو ضفت مثلا عشان اتجنب ان مثلا اتجنب الشغل ده عندنا امر اضافي في جراب. الامر الاضافي ده اللي هو ايه اكتب داش اي. تمام. داش اي ده يعني بيعمل لك بحث بدون تميز بين الحروف مثلا الكبيره اللي هي الكابيتال او الحروف الصغيره اللي هي سمول. يعني مش هيفرق لو كلمه مكتوبه لينكس مثلا بال كابيتال او لينكس مثلا ايه سمول. تمام. إيه خليني كده مثلا اكتب هنا مثلا اللي ننسخ نفس النص اللي احنا نسخناه زي ما انتوا شايفين. واحنا طبعا نسخناه وهنكتب مثلا هنا نغير هنكتب ايه داش اي. تمام. ونيجي هنا كده طبعا احنا كتبناه إيه كتبناه زي ما احنا قلنا سمول. وهي طبعا زي اللي فوق احنا طبعا زي اللي فوق ايه مكتوبة ايه غلط. تمام. ونفسها هي هنكتبها برضك سمول، بس هنكتب ايه داش اي. تمام. إيه خلينا كده اضغط انتر. طبعا زي ما انتم شايفين ما عمليش زي اللي فوق اللي هو ما ظهرليش كلمة كالينكس عارف زي ما هو كتبتها برضك سمول ومع ان هي كابيتال ولكن هي ظهرت. طب ايه اللي خلاها تغير كده؟ هو الايه الحرف اللي هو الاضافي اللي هي الاضافات اللي هي في جراب هو داش اي. تمام. طبعا امر جراب فيه اضافات تانية كتير. تمام. بس انا عشان ايه ما اتعمقش اكتر في جراب ونضيع ايه اللي هو الشرح مثلا على الأمر ده إيه بالتفاصيل، مش عايزين مثلا ندخل أقصد فيه بالتفاصيل. تمام. عشان ما نتوهش إيه على الموضوع. طبعا هو في إضافات كتير بس يعني طبعا مش شايف اللي إيه لا لازمة أوي يعني. تمام. عندنا مثلا لو عندنا مثلا في مكان الأي اللي هو داش آر. داش آر ده طبعا بديك بس إيه يعني نبذة بسيطة عنه عشان إيه مش عايزين نشتغل عليه. داش ار هو بيعمل لك بحث بشكل متكرر في يعني يعتبر في كل الملفات في فولدر معين. تمام. ودي طبعا بتبقى مفيدة مثلا لو عايز تدور ايه في مجموعة ملفات ايه بتكون ايه مرة واحدة. تمام. وعندنا برضك داش ان بيعرض لك طبعا رقم السطر اللي ايه اللي في الكلمة موجودة فيه كمان. يعني مثلا بدل اي داش ان مثلا لو انا عايز اعرض ايه رقم السطر اللي ايه في الكلمة. تمام. انا طبعا مش عايز اشرح لك بقى كل امر بالاوامر الاضافية عشان ايه ما نتوهش في الموضوع. تمام. ولكن ايه بديك نبذة عامة ايه عنه لو حبيت مثلا انك تجرب مع نفسك. تمام. عندنا برضك الفي داش الداش في. طبعا مكان الداش اي طبعا لو كتبت مثلا الاضافات اللي انا بقول لك عليها الداش في بيعرض لك طبعا مثلا لو السطر مثلا اللي مفيهوش الكلمه اللي انت بتدور عليها يعني بيعكسها تماما. تمام.
يعني مثلا لو انت عندك سطر بيقعد لك السطر اللي مفيهوش الكلمة اللي انت بتدور مثلا ايه عليها. طبعا هي حاجات مش شايف اللي هي ايه لا لازمة أوي في الموضوع، بس انا بديك ايه نبذة عنها عليها. تمام. طيب ليه امر، احنا كده خلصنا امر جراب عشان ندخل في الامر اللي بعده. بس خليني اقول لك ليه امر جراب امر مهم جدا. لانك انت لما بتشتغل على لينكس طبعا هتلاقي نفسك بتتعامل مع ملفات كبيرة جدا، او ملفات طبعا نصية بتكون فيها ايه معلومات كتير. يعني بدل ما تقعد تألف في الملف كله، ده امر جراب بيسهل عليك طبعا انك تلاقي ايه اللي انت بتدور عليه بسرعة وبسهولة. تمام. طيب بقى نيجي على الامر اللي بعده، امر فايند. طبعا امر فايند في لينكس طبعا هي واحدة من اقوى الاوامر اللي بتساعدك انك تدور على الفايلات او الفولدرات في جهازك. يعني عندك فولدرات كتير او فايلات كتير على الجهاز بتاعك، وعايز تدور مثلا على حاجات معينة، بدل ما تقعد تدور بنفسك لا تقدر تستخدم ايه امر فايند عشان ايه يلاقي عليك بايه بسرعة وبسهولة. تمام. وطبعا الامر ده امر جميل جدا وامر سهل، يعني مفيش اسهل منه. والامر طبعا الميزة فيه انك مش بس بتدور على الملفات، لا كمان ممكن تستخدمه عشان تعمل بيه إيه؟ حاجات تانية. زي مثلا لو عايز تبحث على نوع الملف، يعني مثلا لو عايز تدور على ملفات من نوع معين زي تكست او الامداد بتاع مثلا جي بي جي، ممكن تدور مثلا تبحث على تاريخ التعديل على الملف، او ممكن تبحث ايه بحسب حجم الملف. تمام. طيب خلينا كده اكتب بقى عشان نشرح الامر. اول حاجه في الامر طبعا لما نيجي نكتبه هنكتب فايند. تمام. وبعد كده نكتب ايه عشان احنا طبعا زي ما احنا بنقول احنا بندور على بنبحث باسم الملف او باسم الفولدر. إيه بنكتب ايه نيم داش. تمام. اول حاجه عشان نبحث مثلا على اسم فايل او اسم فولدر معين بنكتب فايند. وبعد كده ايه نكتب نيم داش. ليه كلمه نيم داش؟ لان احنا بنبحث ايه على اسم الملف. تمام. ولكن لو احنا مثلا بنبحث على اسم الحجم، بنبحث اقصد على الحجم، هنكتب ايه سايز داش. تمام. وده هنشرحه دلوقتي. طيب خلينا كده احنا كتبنا فايند نيم داش. طيب بعد كده احنا مثلا عايزين وليكن هنكتب بعد كده هنكتب كده على 200 تنصيص، وعاوزين نكتب جواه اسم الفولدر او اسم الملف اللي احنا عايزين ايه ندور عليه. تمام. وليكن انا عندي مثلا بدور على مثلا على فايل معين، الفايل ده بس انا مش يعني بس انا مش عارف مكانه فين. تمام. وليكن انا عندي فايل مثلا بدور عليه اسمه فايل اللي هو ده ريبورت او اسم بقى على حسب الاسم الموجود عندي. تمام. انا عندي والله فايل بدور عليه اسمه ايه ريبورت على الجهاز، بس انا مش عارف مكانه في انهي فولدر. اول حاجه بكتب الاسم الفايل اللي بدور عليه هو اسمه ريبورت. تمام. دوت تكست. وبعد كده ايه بضغط انتر. تمام. زي ما انتوا شايفين بدور لي كده على اسم الفايل اللي موجود عندي كله في السيستم. لقيته موجود فين؟ لقيته موجود عندي في ايه في 2 فولدر. تمام. اول فولدر عندي اللي هو فولدر الداونلود، جالي هنا اللي في فولدر الداونلود الفايل بتاع اللي اسمه ريبورت اللي انا كنت بدور عليه. والفولدر التاني اسمه اللي هو الشات، برضك دخلت على فولدر الشات لقيت موجود ايه الريبورت. تمام. طبعا هو جاب لي ايه ان الفايل ده موجود في جميع السيستم كله ايه على فولدرين اتنين، فولدر الداونلود وفولدر الشات. طيب عشان طبعا عشان اتاكد طبعا من الامر ده، بدخل كده على فولدر الداونلود واكتب سي دي داون. تمام. دخل لي كده على فولدر الداونلود، عامل ليس بيعرض لي عشان يعرض لي الملفات اللي موجوده فيه. وطبعا كنت شرحت الاوامر ده قبل كده اهو زي ما انتم شايفين. عرض لي ان الفولدر الموجود في الداونلود هو الفولدر بتاعه اللي هو ايه ريبورت تكست. زي ما انتم شايفين انا كنت بدور على اسم الفولدر اللي هو اسم الفايل بتاع الريبورت، قال لي اللي هو فولدر الداونلود. تمام. عشان اتاكد برضو دخلت على فولدر الداونلود لقيت ايه طبعا الفايل زي ما انا ايه عايزه. تقدر طبعا ايه تستخدم الفايل زي ما انت على حسب استخدامك بقى. تمام. وهكذا بقى على حسب النوع الفايل اللي انت بتدور عليه او نوع الفولدر، تكتب امر فايل بعد وداش نيم علامتين التنصيص، وتكتب اسم الفايل اللي انت بتدور عليه وهيلاقوا لك ايه على طول. تمام. طيب كده عرفنا ازاي بندور على الملف من اسمه. طيب لو انا بدور مثلا على ملف معين ولكن انا مش حافظ بقية اسمه كامل،
تمام. لو انا بدور مثلا على اسم معين ومش حافظ بقية اسم الملف كامل بتاع الملف، وفي ملفات شبيهة بأول اسم منه، أعمل إيه؟ بكل سهولة طبعا، بدل ما أنا بقى بدور مثلا على فايل معين وأقعد أفتكر في الاسم كامل عشان أكتبه زي اللي قبله كامل، لأ. طب ما أنا ممكن أكتب أمر فايند، مثلا فايند، وبعد كده أكتب داش نيم. تمام. وبعد كده أو أكتب مثلا أكتب العملتين تنصيص، وأكتب مثلا أول اسم أو أول حرفين مثلا إيه من اسم. تمام. وليكن أنا طبعا عندي فايل اسمه ماتريكس، بس أنا عندي فايلات كتير باسم ماتريكس. عندي فايل باسم ماتريكس اي تي ام، ماتريكس اي في ام، ماتريكس اي اس اي، ماتريكس لينكس. بس أنا عايز مثلا، وليكن هنفترض مثلا اللي أنا بدور على فايل ماتريكس اي تي، ولكن أنا مش حافظ كلمة اي تي. يعني أنا بدور عارف اللي فيه فايل اسمه ماتريكس اي تي، بس أنا معرفش كلمة اي تي. يعني أتمنى تكون فاهمها، بس أنا فاكر اللي فيها أولها إيه كلمة ماتريكس. تمام. بكل سهولة أكتب كلمة ماتريكس، وبعد كده اعمل ايه علامة النجمة. خلي بالك من دي، لان دي الايه اساس الشغل اللي احنا بنشتغل عليه. الأهم انك نكتب كلمة النجمة، عشان ده طبعا اللي عليه الشغل ايه في عرض الملفات. طيب خلينا طبعا زي ما أنا قلت لك اكتب الاسم الاول من الملف، وليكن عندي طبعا فايل باسم ماتريكس اي تي، وعاوز مثلا اطلعه من ضمن الملفات اللي موجودة باسم ماتريكس. اقوم كاتب ماتريكس زي ما انا كتبت وبعدها نجم. تمام زي ما انا قلت، عشان هيعرض لي الملفات اللي ما ايه اللي موجودة اللي باسم ماتريكس. تمام. وطبعا بقى ايه يبدأ اختار اسم الفايل اللي انا ايه عايزه. لو لاحظت انا مكتبتش اسم الفايل كامل، انا كتبت بس ايه اول اسم الفايل. تمام. وبعد كده عرض لي كل الملفات او كل الفايلات ايه اللي موجودة بنفس الاسم او الايه الاسم اللي زي. تمام. هنضغط كده انتر، كده بيعرض لي بالكامل جميع الفايلات اللي مكتوبة ايه بنفس الاسم. ساعتها بقى انا بشوف الليستة كاملة وبشوف الفايلات زي ما انتوا شايفين اللي موجودة فيه، واختار الفايل اللي انا كنت بدور عليه. تمام. والفايل اللي أنا كنت بدور عليه ايه هو ماتريكس اي تي. تمام. اتمنى انها تكون وضحت. تمام. انا عندي زي ما أنا قلت ماتريكس اي تي موجودة، قال لك موجودة فين. مثلا موجودة ايه في فولدر الشات. تمام. طبعا عندي فولدر السي في مكتوب فيها ماتريكس يو اس اي، وفولدر الشات مكتوبة فيها ماتريكس اي تي، ده الفايل اللي كنت بدور عليه. وعندي في فولدر الشات جوه فولدر نيو فولدر، وجوه نيو فولدر ايه فايل اسمه ايه ماتريكس في ام. وعندي برضك فولدر الشات في فايل اسمه ماتريكس لينكس. بس انا كنت بدور ايه على فولدر ايه اسمه ماتريكس اي تي. وطبعا ايه زي ما انا كنت عايز اللي انا كنت ادور عليه ايه لقيته موجود فين في فولدر الشات. تمام. وهكذا بقى اطبق ايه في كل اللي انت ايه عايز تدور عليه. اتمنى ان ايه انها تكون وضحت الفكره، واتمنى ان ايه تكون فهمت ايه قصدي. طيب إيه خليني كده ادخل لك على اللي بعده. هو مثلا لو انا عايز ادور على جميع مثلا الفايلات اللي الامداد بتاع مثلا بتاعته مثلا تكست او اي نوع تاني. تمام. بعمل ايه؟ تمام. بكل سهوله ان مثلا بكتب هنا مثلا فايند مسافه داش نيم، وبعد كده ايه علامتين تنصيص، واكتب ايه نجمة. تمام. وبعد كده اكتب ايه دوت تكست. تاني لو انا بدور على ملفات اللي الامتداد بتاع مثلا بينتهي بتكست، بكتب الامر زي ما انا قلت فايند داش نيم نجمة واكتب تكست. تمام. او اي امداد تاني مش شرط تكست، ممكن اكتب جي بي جي او اي امداد ايه انا عايزه. تمام. ساعتها بقى لو ضغطت انتر بيعرض لي طبعا ايه كل الملفات اللي موجودة على النظام. زي ما انتم شايفين الامداد بتاعي بينتهي بتكست. وهكذا بقى ممكن ادور مكان تكست ده امداد جي بي جي او اي امداد اخر. المهم ان اكتب نفس الامر، وبعدها مكان الامداد تكست اكتب الامداد اللي ايه اللي انا عاوزه. طيب نيجي اللي بعده. وهو مثلا لو انا ببحث عن حاجة. تمام. واتمنى انك تركز ايه في الخطوة اللي جاية. زي مثلا لو انا بدور مثلا بدل ما انا بدور مثلا باسم الملف. تمام. لا انا هنا المره دي هدور باسم الحجم بتاع الملف. الملفات كلها بالاحجام اللي انا عايزها. زي مثلا ممكن ادور بحجم بالبايت او بالكيلو بايت، او ممكن ابحث بالميجا بايت او بالجيجا بايت. تمام. وهكذا. وليكن مثال مثلا لو عايز مثلا ندور على الملفات اللي حجمها اكبر من 1 جيجا بايت، هكتب مثلا find
مسافة داش سايز. لو لاحظت ان انا كتبت مكان داش نيم كتبت داش سايز. ليه داش سايز؟ لان انا ببحث ايه بالحجم. داش نيم دي لما كنت ببحث ايه بالاسم الملف، فرق بين اسم والفرق بين الحجم. الاول كنت ببحث بالاسم، لكن المره دي انا عاوز ابحث ايه بالحجم، فكتبت فاين داش سايز. تمام. واكتب يعني طبعا قلت عايز ابحث عن الملفات اللي حجمها اكبر من 1 جيجا بايت، فاكتب بلس 1 ايه اللي هو حرف الجي اللي هو ايه اللي هو الجيجا. تمام. واضغط ايه انتر. طبعا لو مش لو ضغطت انتر اصلا هيدور لي على كل الملفات اللي حجمها اكبر من جيجا ايه من اللي هو جيجا ايه بايت. تمام. ولكن انا ما عنديش ملفات هنا كلها ايه ملفات اكبر من جيجا. تمام. كل الملفات اللي عندي ملفات اقل من اصغر من 100 كيلو بايت. تمام. ساعتها بقى هنكتب هنا ايه، عشان انا طبعا ما عنديش زي ما قلت ملفات اكبر من جيجا بايت، فانا بديك مثال. يعني انت ممكن يكون عندك الملفات دي وتظهر لك عادي، لكن هي انا مش عندي، فما ايه مش هتظهر. تمام. ولكن اللي انا عندي الملفات اللي اقل ايه من 100 كيلو بايت. تمام. فامسح هنا ال 1 جيجا بايت. تمام. واكتب ايه بلس ايه اقصد سالب او ماينس مثلا 100 كي اللي هو ايه كيلو بايت. تمام. لو تلاحظ انك كتبت البلس ده، البلس اللي هو ايه اكتر مثلا من كيلو بايت، ولكن البلس اقل. تمام. البلس اقصد البلس اكتر والسالب اقل. تمام. انا طبعا كتبت سالب 100 كي اللي هو كيلو بايت، فطبعا لو ضغطت انتر كده بيظهر لي وجاب لي الملفات اللي موجوده في الجهاز بتاعي اللي حجمها اصغر من 100 كيلو بايت. تمام. طبعا الموضوع سهل وبسيط، لانه ظهر لي طبعا زي ما انا كتبت له، قلت له انا عرض لي كل الفايلات اللي موجوده عندي على السيستم كله على الجهاز الا اقل ايه من 100 كيلو بايت. طبعا الموضوع سهل وبسيط، هو مفيش فيه اي صعوبه. يعني لو حسيت انك مش فاهم حاول تعيد الفيديو مره واتنين، وان شاء الله هتلاقي ايه انك فهمته بسرعه، لان ده امر سهل جدا مفيهاش ايه اي صعوبه. تمام. وطبعا في حاجات لسه في فايند ما شرحناهاش، ولكن احنا عشان ما نضيعش وقت الفيديو ونختصر الوقت احنا بنشرح الحاجات الاساسيه فقط والاكثر استخدام. تمام. من كل امر. تمام. طيب الخلاصة في أمر فايند في لينكس هو أمر كويس جدا، لأنه بيساعدك إنك تدور على الملفات بشكل مرن وسهل. كمان تقدر تبحث بالاسم أو الحجم أو النوع. وطبعا الأمر ده بيوفر عليك وقت كبير جدا، ولو عندك ملفات كبيرة بيقدر يخلصها لك بسهولة. تمام. وبكده نكون انتهينا من الفيديو من سلسلة الأوامر المتقدمة في لينكس بشكل عام، وكده شرحنا الأوامر الأساسية فيه. وإن شاء الله هنبدأ في الفيديوهات الجاية هنبدأ نشرح فيه عن التحليل الأمني، ونبدأ ندخل على الأدوات والأوامر الأكثر تقدما واحترافية. وطبعا فيها نشرح عن بعض الأدوات اللي بيشتغل فيها مختبرين الاختراق والهاكرز، ونفهم ازاي المخترقين بيشتغلوا على الأدوات دي. وإن شاء الله وبكده هنكون خلصنا الفيديو كامل. وانتظرونا في الدروس القادمة بإذن الله. كان معكم عبد الرحمن من قناة ماتريكس. سلام.